السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا النهاردة يا جماعة نعمل مع بعض شوية معجنات، يعني من الآخر كده هنعمل شوية شريك تحفة. العجين أو الخبز في البيت خصوصا في الشتاء بيدي يعني روح حلوة كده في البيت. كفاية الريحة، ريحة العجين نفسه وهو في الفرن. بصوا يعني خير في البيت، والله العظيم خير في البيت. بيبقى ريحته حلوة جدا ومخلي ريحة البيت حلوة جدا كده، وخصوصا لو في الشتاء. يعني انا عن نفسي بحبه في الشتاء اكتر. هنبدأ بقى مع بعض على طول عشان ما ناخدش وقت. دي كوباية لبن كده دافية دافية، مش سخنة ولا سخنة ولا ساقعة، هي دافية. ننزل بقى كده في الحلة بتاعت العجين. انا هشتغل في العجين تمام. علشان مش هقدر اعجن بايدي بصراحة، لكن انتوا ممكن تعجنوا بايديك، ولو اللي عنده عجين عادي ممكن يشتغل بالعجان احسن ما يشتغل بايده. تمام. يبقى انا حطيت هنا كوبايه الحليب الدافي. اوكي. وعندي هنا دي معلقه من الخميره الفوريه. بالجرام هي 12 جرام من الخميره الفوريه. تمام. وعندي 180 جرام من السكر الحبيبات، 180 جرام من السكر الحبيبات اهو. هقلبهم كده بس بالمضرب. تمام. هسيبها بس كده 10 دقايق، بس 10 دقايق بس، وبعدين نكمل المكونات. انا سبتها كده 10 دقايق بس، احنا مش بنسيبها تخمر، هي بس يعني ايه، تعمل الفقاعات الصغيرة دي اللي هي بتبقى على الوش. وبعدين هنبتدي نكمل على طول. عندي هنا ده زيت نباتي. تمام. دول عبارة عن 40 جرام من الزيت. 40 جرام من الزيت. تمام. انا هحط كل حاجة بقى على بعضها في العجين علشان ايه نشتغل ايه على طول. انا بجيب 3 بيضات. اوكي. بيبقوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما ينفعش اخدهم من التلاجة على طول واحطهم على الحاجة اللي انا بعملها ايا كانت يعني. دول ال3 بيضات دول انا اخدت بيضتين كاملين وبياض بيضة. تمام. بيضتين كاملين وبياض بيضة، والصفار بتاع البيضة التالتة اهو. ماشي. ده هندهن بيه الوش. تمام. يبقى انا هنا هحط بيضتين كاملين وبياض بيضة. تمام كده. وهنا باكون من الفانيليا. 2 باكو من الفانيليا. عندي دي ربع معلقة من الملح. تمام. ربع معلقة، دي معلقة كبيرة. المعلقة الصغيرة هتحط نص معلقة. تمام. وهحط معلقة كبيرة من الخل الابيض، يعني اللي احنا بنستعمله في البيت. اهي. يعني حاجة بسيطة تاني. تمام كده. اخر حاجة هحطها هي الدقيق. ده كيلو من الدقيق اللي هو المتعدد الاستخدامات، منخول طبعا كويس. ويا ريت يعني وانتوا بتستخدموا الدقيق يعني ايه، او بتجيبوا الدقيق تتاكدوا من النوع. يعني في انواع في دقيق بيسيح، في دقيق بينكر السوائل، فما بيبقاش كويس. بصوا انا عن نفسي يعني بجد يعني ما بستعملش الا دقيق الجوهره. هو دقيق سايب بنجيبه من عند العطار، اسمه الجوهره. ده يعني تعملي بيه اي نوع مخبوزات، معجنات، فطير، بيتزا، اي حاجه انت عايزاها
هيمشي معاكي تمام زي الفل. تمام. عندي هنا دول 40 جرام من الزبدة، بس دول هنخليهم دلوقتي، هقول لكم هنحطهم امتى. ماشي، احنا دلوقتي هنحط العجان يشتغل. بالعجان بياخد حوالي 10 دقايق عجن. بالايد هتعجني حوالي 18 دقيقة او 20 دقيقة. يعني هو لازم يتعجن كويس علشان لحد ما يبقى فيه عرق كده يشد، علشان يبقى يديكي نتيجة كويسة. هنحطه على العجان ونيجي. بصوا دي النتيجة الأولية، وأنا يعني من خلال أول ضرب يعني في العجان يا دوب ما كملناش دقيقة بس. ماشي. بصوا هي لسه يا دوب السوائل يا دوب اختلطت كده بالدقيق. عندي هنا كوباية مية دافية. تمام. هزود بيها بالتدريج وانا شغالة في العجان بالتدريج. تمام. بصوا شكل العجينة بقى بعد ما اتعجنت كويس. بصوا هي بتلزق، شايفين بتلزق ازاي؟ انا عايزاها بتلزق كده. تمام. يعني مهما كانت بتلزق منكم كده تزودوا دقيق. ما حدش يحط دقيق مثلا يقول علشان ما تلزقش، لا احنا عايزينها بتلزق كده. بصوا المطه دي يعني لازم تكون بتمط كده، ما تقطعش. احنا كمان لسه هنعجنها تاني لان لسه هنحط الزبده. تمام. هنحط ايه؟ الزبده. الميه احنا بالظبط استخدمنا نص كوبايه ميه، نص الكوبايه بتاعه الميه. تمام. دلوقتي بقى ايه؟ هنحط الزبده 40 جرام ونرجع نضربها تاني. تمام. بصوا بقى بعد ما اتعجنت، لما خدت راحتها في العجين، شايفين العجينه ناعمه ازاي؟ بصوا بتمط ازاي. هو ده العرق بقى اللي احنا عايزينه في العجين. تمام. وبتلزق زي برضو زي ما احنا عايزين. احنا هنحاول نلمها كده، الحاجات اللي على جنب دي. لما تعجنيها بايديكي برضو هتلاقيها بنفس النتيجه كده. تمام. لانك هتعجنيها بفتره اطول. يعني العجان مش بيعمل حاجه زياده ولا حاجه، هو بس ايه؟ بيختصر في الوقت بس. لكن انت ممكن تعمليها زي ما هي طالعه كده بالظبط واحسن كمان. كل العجين ما بياخد راحته، يعني كل ما بتعجني في الحاجه اكتر. بصوا شايفين؟ بص بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا ناخد السلم من تحت ده. بصوا بتلزق ازاي، اللهم بارك، اللهم صل على النبي. شايفين؟ بصوا العجينه ناعمه ازاي، شايفين التلزيقه دي كده؟ تمام كده، مية مية. هرجع احطها في الحله دي بتاعت العجين كده. تمام. واسيبها ايه؟ هغطيها واسيبها. هي مش هتختمر. انا اسفه الصوت ما كانش واصل. هحاول اعدلكوا اللي انا قلته من غير الميه. تمام. شايفين طبعا العجينه زي ما وريتها لكم كده. بصوا ناعمه ازاي. بصوا وبتلزق التلزيقه دي، يعني العجينه ايه معانا كده بقت تمام، يعني مية مية. انتي طبعا لما هتعمليها بايديكي، يعني اللي ما عندوش عجان مثلا، مفيش مشكله خالص. العجان ما بيعملش حاجه زياده. العجان ما الا بس بيختصر في الوقت. لكن كل اللي بيعمله عجان انت هتعمليه بايديكي. ماشي. بس هياخد فتره اطول. تمام. هياخد ايه؟ فتره اطول. لان العجين كل ما بتعجنيه اكتر كل ما بيديكي نتيجه احسن. تمام. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي. انا عندي، شايفين؟ سخنه جدا. دي الصينيه اللي هي الحله بتاعه الكيكه، انا حاطه فيها ميه بتغلي. تمام. وهنحط فيها الحله دي كده، علشان انتوا عارفين ان الدنيا شتا طبعا وايه،
العجين يعني مش بيختمر بسرعة. هي مش هتختمر يعني، لان فيها بيض، اي عجينة بيبقى فيها بيض بتبقى تقيلة، مش بتختمر بسرعة، او مش بتختمر، يعني مش بنشوفها فارت كده من الخميرة زي ما بنعمل في اي عجين تاني ما دام فيها بيض. تمام. فاحنا ايه هنسيبها بس ايه، يا دوب يعني تشغل الخميرة حبة بس كده في المية السخنة، وبعدين نرجع تاني مع بعض. بصوا بقى، هي كده ايه، سيبناها بما فيه الكفاية. بصوا، يعني لحد ما زادت شوية، لحد ما زادت شوية. تمام. هنحطها هنا على المفرش، نحط حبة زيت بس كده. بسم الله. طبعا بنفش الهواء اللي جواها. بصوا هنقطعها، يعني انا عايزة اقطعها ايه، اللي هي تبقى كلها حجم واحد. تمام. عندك ميزان اوزني عليه، ما عندكيش يبقى ايه، مش مشكلة بقى، ايه خليها بالنظر يعني كده. بس يا رب تطلع مظبوطة بس معايا، عشان انا مش مستخدمة الميزان. بيتهيألي فيها حتت كبيرة وحتت صغيرة. كده خلصنا الكمية كلها اهي، اللهم بارك. تمام. هنبتدي بقى ناخد من اول واحدة، لازم نغطي العجين كده. هو انا ما عنديش كيس نايلون، كنا غطيناه بالكيس احسن، بس مش مشكلة. احنا دلوقتي ايه، يعني هاخد من اول واحدة انا عملتها، يعني ما ينفعش اخد من الاخر، لا هاخد من اول واحدة قطعناها. تمام. بسم الله. مش
مش عارفه هي باينه كده ولا ايه. بصوا هي لسه بتكش معايا برضو، ليه؟ علشان هي برضو لسه هتختمر تاني، يعني هي برضو ايه لسه بعد ما نعملها نشكلها ونسيبها في الصاج لسه هتختمر كمان مرة. بصوا بقى، بصوا هنحط اول طرف كده نتنيه كده ونلف كده حوالين داير كده، ونيجي عند الطرف ده نبططه كده ونروح حاطينه ايه من تحت. تمام كده. الصاج اللي هنحط فيه مش مدهون اي حاجة، تمام، يعني مش دهنينه اي حاجة. اللي بعده ولا دهنينه زبدة ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. لان العجينة فيها زيت وفيها زبدة، وعلشان ما تتلسعش معانا من تحت. بناخدها كده من النص، لان ده طبيعي بيبقى الحته اللي في النص دي بتبقى هي اللي مقلبظه شويه، فاحنا بناخدها كده من النص ونفرد ايه للاطراف. تمام اهو كده. هنحط الطرف الاولاني كده ونلف ونيجي عند الطرف الاخراني نبططه كده زي ما احنا شايفين كده، واروح لفاه من تحت. بنسيب مسافة بينهم علشان ايه لسه هيخمر تاني في الصاج. تاني اهو. نكمل الكمية كلها ونرجع مع بعض. كده خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. شوفوا اللهم بارك الكيلو مطلع معانا قد ايه. سيبناهم شوية طبعا لما اختمروا شوية كمان. عندي هنا دي الصفارة بتاعت البيضة اللي كنا شايلينها على جنب، حطينا عليها معلقتين لبن ونضربها كده. ممكن الناس اللي ما بتحبش صفار البيض حطي لبن بس، او مثلا معلقتين لبن على معلقتين عسل اسود، برضه بتبقى يعني بتدي نتيجة حلوة جدا. هنحاول ان احنا ما نوقعش تحتها، يعني نعملها هي كده بس كده، يعني ما نخليش اللبن او البيض يسيلوا في الصاج، ولو في حاجة نشيلها بمنديل.
وبالراحة خالص. نعملها كلها كده حوالين داير. دهناهم كلهم. هنحط بقى حبة سكر على الوش كده، وده اختياري، يعني عايزة تحطي حطي، مش عايزة براحتك. كده تمام. هندخله الفرن ونرجع تاني مع بعض. وده اول صاج طلع معانا، اللهم بارك. شايفين شكله حلو ازاي؟ غطينا شويه. طبعا اي معجنات بتطلع من الفرن لازم نغطيها زي ما انتوا عارفين. تمام. وبعدين اديناها رشه كده من يعني مسحه كده من الشربات بتاع الحلويات ده التقيل. بصوا يعني طري جدا. هش خالص، والريحه تجنن بصراحه. شوفوا خفيفة قوي قوي، يعني علشان اختمرت كويس وعجنينها كويس. فشوفوا الخفة بتاعتها خفيفة جدا جدا. بصوا بقى، يعني بصوا من جوه. بصوا بصوا هشة ازاي، هشة جدا جدا. طعمها حلو جدا، جميلة بصراحة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك وشير كده للفيديو، يعني علشان اكبر عدد من الناس تشوفه. وتعليق حلو كده، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.